بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ كنشكر لينا بريس على التنقل ديالهم تا من مدينة خريبكا من أجل التعرف على ما وقع يوم الاثنين بخصوص امتحان نظري. أنا عبد القادر الرشيدي، مفوض بتسيير شؤون الهيئة الوطنية للنسيج المهني ورئيس الجهة جهة من خنيفرة ورئيس جمعية بمدينة خريبكا. ما وقع يوم الاثنين وهو لا نحمله لأحد، ولكن كان على الوكالة الوطنية باش تمدنا بامتحان تجريبي باش يستأنسوا به المترشحين وأرباب المؤسسات، لأن المنصة للتعلم عن بعد كتنقصها، وهذا خبرنا به الإدارة في رأينا بالمراسلة اللي راسلنا بها. ورغم أننا حضرنا في جميع المناقشات ديال اللجنة التقنية اللي حضر فيها السي الهاروشي رفقة السي المهدي الوردي اللي كان آنذاك رئيس الهيئة الوطنية، ومازال كنتمناو يرجع يترأس هذه الهيئة لأنه ناضل كثير بما يخص الامتحان اللي وقع يوم الاثنين. ما كناش كنتمناوه، ولكن اللي كنطالبوا وهو من الإدارة الوصية هي الوكالة الوطنية باش تمدنا بوسائل باش نعلموا بها المترشحين ديالنا. فالوقت يتطلب ذلك، وكنطلبوا بحماية هذا البنك الأسئلة الجديد حتى ما يتسربش. وراه التعليمات كانت تعطات لرؤساء المصالح الإقليمية والجهوية والعملاتية باش ياخذوا الحيطة والحذر بخصوص الهواتف وبخصوص نقل هذا البنك الأسئلة الجديد باش ما نطيحوش ثاني مرة أخرى. والهيئة ديالنا الوطنية للنسيج المهني راه غادي يبقى نتابعوا المسألة، لأن احنا دابا الآن في اتصال دائم مع المكتب المركزي والإداري ديال الهيئة بخصوص ما وقع يوم الاثنين اللي كيقولوا هناك الخلل. بغينا نعرفوا من الإدارات تمدنا بأشنا هو هذا الخلل اللي كان واقع يوم الاثنين اللي خسرت فيه ما يزيد على 97%. وراه كان تدخل ديال السيد وزير النقل وديال السيد مدير الوكالة، لأن المترشحين كانوا كيقولوا بعض الأسئلة اللي هي لا تتماشى مع الأعراف المغربية ومع الأمور ديالنا احنا كمغاربة. وراه السيد المدير ديال الوكالة بأن استنكرها وبأن قال غير صحيحة، ديال السكر وديال التبول وديال حادثة سير ديال المراه الزدري وغير ذلك. ولكن كنبغيو من الوكالة باش توضح لنا هذه الأمور اللي وقعت. ومرة أخرى كنشكر السيد رئيس ديال المصلحة الإقليمية ديال مدينة خريبكا اللي احنا مع اتصال دائم بخصوص لا المؤسسة الأولى ولا التخلي الثاني. وكنشكر المديرة الجهوية اللي دائما، ولكن كتبقى المسألة عند الوكالة اللي ما خدتش القرار بسرعة، اللي بقات ما يقارب سنتين، والمؤسسة اللي وقع بها التخلي وهي كتشتغل بدون ترخيص. فاليوم احنا كهيئة وطنية كنطالبوا من الوكالة الوطنية بس تستدرك هاد الواقعة اللي وقعت، نبغيوها باش تصلح الأمور. احنا مع الإصلاح، ولكن الإصلاح يكون جذري، يكون بادي بالتدريج شوية بشوية حتى نستأنسوا والمرشحين يستأنسوا بهذا بنك الأسئلة الجديد. فالهيئة راه غتبقى تتابع وغتراسل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على ما وقع وعلى الخصائص اللي واقعة في المنصة. احنا كهيئة وطنية وكمهنيين لحقاش المصدر ديالنا كله مصدر الرزق ديالنا وهي هذه المهنة. عندنا موظفين ديال الامتحان النظري اللي كيلقوا الامتحان، عندنا مدربين ديال الامتحان التطبيقي ديال السياقة. طالبنا باش نشاركوا في هذاك بنك الأسئلة الجديد، ولكن الإدارة ما استجبتش. اليوم ما استجبتش لينا باش نحضروا، ولكن بعد ما ناقشنا وحضرنا معها المنصة للتعلم عن بعد، ولكن لقينا فيها خصائص هي علاش الهيئة ديالنا ما رفضت ما قبلت وباقي غاديين في نفس الامر اللي خدينا. اللي كنطالبوا من الاداره
اللي هي وصيه على القطاع، احنا ما حملنا حتى واحد المسؤوليه. كاين في بعض التواصل الاجتماعي ديال يوم الاثنين اللي حملوا رب المؤسسه، ولكن راه الامتحان سال نهار 25 مارس، عفوا 18 مارس، والامتحان بدا نهار 25 مارس بان غير مقبول. اعلنوا على الامتحان بان راه جديد، بداو الامتحانات الغد، وهذا كان صدمه للجميع. حنا كمهنيين ما كنحملوا المسؤوليه لا الوكاله ولا لينا، وكيقولوا هما خلل، يوضحوا لنا هذا الخلل، لان كان الخسران كبير نهار اثنين، فائده به نهار ثلاث كان نجاح كبير، وفائده اخرى بقى حنا ما عندنا يمكن واحد اللي خاسر، ما عندناش لان الناس كلهم دازوا في القانون القديم. ولكن هذا القانون القديم وهو كان الامتحان المسرب اللي ضر والحق ضرر كبير بالمهنه ديالنا اللي وبرخصه السياقه، وكنحملوا المسؤوليه الاداره السابقه اللي كانت وزاره انذاك هي من 2018، وحنا كنعلموها. جات قالوا لنا كورونا عامين، خليناهم ملي خدات الوكاله الوصايه في 2020 بدات كتقول لنا بنك الاسئله غادي نوجدوا، ها هي دابا 4 سنين ويلا وجداته. وهذا الحق ضرر كبير بالمؤسسات. اللي كنطالبوا اليوم وهو الاصلاح يجي بالتدريج. احنا مع الاصلاح، ولكن ما نبغيو حتى واحد يحملنا المسؤوليه كهيئه وطنيه. احنا ندوي على الهيئه ديال النسيج المهني، احنا غادي نبقاو ناضلوا باش نوصلوا لهذا الاصلاح اللي هو احنا كنطالبوا به، وبنك الاسئله طالبينه باش يتغير، ماشي غريب. ولكن واخا ما شاركناش فيه طالبنا، ولكن ما عطاتناش اللوازم ديالو باش غادي نشتغلوا به ونلقنوه. كنطالبوها تضيف مسائل وتضيف اسئله وتضيف فيديوهات باش هذه المنصه تكون تتماشى مع هذا الاصلاح اللي باغينه جميع. بغيت نضيف واحد الاضافه اللي هي مهمه ومهمه جدا، وهي الاسئله التي تتعلق بالوزن الثقيل. في هذه المنصه ما عندناش فيها اسئله كتكلم على الوزن الثقيل، وهو الشاحنه والحافله والدراجه الناريه والرموك، وهذه ما عندناش اسئله. كنطالبوا من لان الناس اللي اجتازوا الامتحان من الاثنين اليوم الخميس تقريبا كلهم سقطوا بالنسبه للوزن الثقيل. كنطلبوا من الاداره الوصيه على القطاع باش تضيف لنا في هذه المنصه اسئله تاهم هذا الصنف اللي هو مهم جدا، لان كاميو الرموك والكار والموتور بانهم ما عندهمش اسئله. وهذا هذه المنصه راه ما كتمشاش مع جميع الاصناف. يلا فيها الصنف ديال بي، وهو ديال السياره الخفيفه، ديال الوزن الخفيف. اما الوزن الثقيل ما زالت الاسئله ديالو غير موجوده. وكانت وعدتنا في شهر 9 على ما اظن 2023 وعدتنا الوكاله باش غاديه تناقش معنا هذه القضيه ديال الوزن الثقيل. الى حد الساعه خرج بنك الاسئله وما خداوش بعين الاعتبار الاسئله ديال الوزن الثقيل. المتطلبات ديالكم؟ المتطلبات ديالنا هي اضافه الاسئله واضافه الاسئله ثاني في المنصه للتعلم عن بعد، لان الى حد الساعه كاين الا صنف الوزن الخفيف هو ديال الطوموبيل، اما الاصناف الاخرى غير متواجده عندنا باش غنعلموهم. كيفاش غنقولوا لهم؟ كيمشيو الناس دابا، والاخبار اللي عندي تقريبا في المغرب، لان داخل انا في واحد 14 موقع ديال المهنيين ديال التواصل الاجتماعي كيقولوا بان كاين نجاح ديال 1% او 2% ديال الوزن الثقيل، لان ما خداتش الوكاله بعين الاعتبار. وكنطالبوا من السيد مدير الوكاله باش يعجل بهذه الاسئله ديال الوزن الثقيل. واليوم احنا مع الاصلاح، الهيئه ديالنا مع الاصلاح، ولكن ما نبغيو ضرر لا لينا ولا الاداره الوصيه على القطاع. ولكن ملي كنضروا في مصدر الرزق ديالنا راه حنا كنبقاو ناضلوا حتى يتبين لنا بان راه الامور بدات كتمشى من حسن الى احسن. وديك الساعه غادي نديو، لحقاش المصدر ديال الرزق ديالنا هي هاد المهنه. شنو غادي نديروا لا اللي حنا ولادنا وصحابنا اللي خدامين معنا واللي كيتعلموا هنا
اش غنقولوا لهم اصحاب الوزن الثقيل؟ هما دابا مسجلين عندنا وما بغيناش ندفعوا الملفات ديالهم باش يدوزوا الامتحان ديال الاصناف ديال الوزن الثقيل. مرة أخرى كنشكر لينا بريس يتنقلوا عندنا لمدينة خريبكا ونقلوا باش ينقلوا المصاعب وينقلوا بأن شنو هي الضرر اللي عندنا اللي لاحقنا، لا بالنسبة كهيئة وطنية ولا بالنسبة كمدينة خريبكا ولا بالنسبة كجهة. احنا دابا الآن اللي كيهمنا وهو ندافعوا على جميع المهنيين، والمهنيين المصدر ديالهم وهما المترشحين. دابا كاين عزوف كبير من يوم الاثنين الى يومنا هذا، وعزوف كبير بعد ما داولت عده مسائل غير مقبوله وغير ضرات بزاف بالمهنه والمهنيين، وهذا خاص الوكاله تداركوا في اقرب وقت ممكن باش ترجع القيمه لعند المؤسسات التعليميه في المغرب. احنا راه غنبقاو ناضلوا وغادي نبقاو نطالبوا بالاصلاح، يكملوا لنا هذا الاصلاح اللي باغا الاداره عندها مشروع كتدافع عليه مزيان، ولكن حنا المشروع ديالنا هو مصدر الرزق ديالنا. حتى حنا خصنا ماشي يكون عندنا عزوف ونبقاو باركين حتى واحد ما يجي، ان الناس ولات كتقول لك جديد قديم جديد قديم. يعني الناس والفوق هي علاش قلت بان خاص الحمايه ديال هذا البنك الاسئله الجديد حتى لا يتسرب مره اخرى.